السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس رقم 23. درس النهاردة هيكون بعنوان دوال الوقت والتاريخ الجزء الثاني. اتكلمنا في الدرس اللي فات وعرفنا في الجزء الأول من دوال الوقت والتاريخ ازاي الإكسل بيتعامل مع الوقت والتاريخ وازاي بيفهمه. والدرس اللي فات ده كان تمهيد لدرس النهاردة. بما ان انت عرفت ازاي الإكسل بيقرأ أو بيفهم الوقت والتاريخ، النهاردة هنعرف 8 دوال من دوال الوقت والتاريخ اللي هستخدمها وانا بتعامل مع الوقت والتاريخ. اول دالة النهارده معانا هي دالة today. دالة today دي بتعمل ايه؟ دي بترجع تاريخ نفس اليوم او بتاريخ اليوم الحالي. هقول هنا يساوي today واقفل القوس واضغط انتر. النهارده 9/12/2023. ايه الفرق بين دالة today والاختصار اللي كنا عملناه قبل كده اللي هو كنترول مع فاصلة منقوطة؟ احنا قبل كده كنا بنقول كنترول فاصلة منقوطة بيرجع لي تاريخ النهارده. ايه الفرق بين التاريخ ده والتاريخ دوت؟ لو لاحظت في شريط الصيغة هتلاقي ان ده تاريخ مكتوب ولكن دي دالة، بحيث ان انت لو قفلت الشيت وفتحته كمان يومين هتلاقي التاريخ هنا زي ما هو 9/12، وهتلاقي التاريخ هنا تاريخ اليوم اللي هو 11/12 مثلا. يبقى ده الفرق بين ان انت تجيب تاريخ اليوم باستخدام دالة today او باستخدام اختصار كنترول مع فاصلة منقوطة. الدالة الثانية وهي دالة now. دالة now دي بترجع لي الوقت الحالي. الساعة كام دلوقتي؟ now هقول يساوي واقول now واقفل القوس واضغط انتر. لاحظ معايا هنا رجعت لي الوقت والتاريخ. لو حابب اغير التنسيق ده احنا اتعلمناه قبل كده في درس سابق، بختار هنا الوقت، ولو كمان عاوز الغي الاي ام او البي ام اقدر اعمل الكلام دوت. الداله اللي بعد كده وهي داله اليير والمانث والدي. داله اليير او السنه دي بتعمل ايه؟ بتستخلص السنه لتاريخ معطى. يعني انا لو عاوز اطلع السنه من التاريخ دوت او من التاريخ ده بقول هنا يساوي يير يير واختار التاريخ واقفل القوس واضغط انتر. كده التاريخ في الوقت دوت وهو تاريخ 2014، او عفوا كده السنة اللي في التاريخ ده هي 2014. طب لو غيرت وقلت B1 او قلت A2 هلاقي 2023. نفس طريقة شغل دالة يير بتشتغل دالة دي. هقول يساوي دي واختار التاريخ واقفل القوس واضغط انتر. كذلك بالنسبة لدالة مونث بيساوي مونث واقوم فاتح نختار التاريخ واقفل القوس ضغط انتر. كده قدرت افصص التاريخ لسنة ويوم وشهر. الكلام ده طبعا بيكون مفيد بالنسبة لي لما باجي اعمل داشبورد او لما باجي اعمل شيتات محاسبه كتيره محتاجه اطلع تاريخ بس، محتاجه اطلع الشهر بس. وهنستخدم الكلام ده كتير جدا واحنا شغالين في المستوى المتقدم ان شاء الله وفي الاكسل المحاسبي. عايزك تتابعني وتعمل لي سبسكرايب على قناه اليوتيوب عشان تشوف كورس الاكسل المحاسبي وكورس الاكسل للمبيعات. هتلاقي استخدام الحاجات دي كتير جدا هناك. الداله اللي معانا بعد كده وهي داله رقم 6 وهي داله الاي ديت. داله الاي ديت دي بتعمل ايه؟ بترجع التاريخ قبل او بعد عدد معين من الاشهر. مثال هنقول يساوي اي ديت. انا دلوقتي محتاج اعرف التاريخ هيكون امتى بعد 3 شهور من التاريخ ده. بقوم محدد التاريخ. اول حاجه الستارت ديت، بعد كده عامل كوما وكاتب 2. لو كتبت 2 هنا معناه ان انا هيرجع لي التاريخ بعد شهرين من التاريخ ده. طبعا رجعوا لي بصيغه يعني بصيغه الجنرال زي ما اتعلمنا قبل كده، بنروح على الخليه ونعمل تاريخ مختصر او تاريخ على حسب اللي انت عايزه. كده بعد شهرين من التاريخ ده ده كان 3/7 هنا بقى 3/9. طيب لو عملنا حاجه ظريفه كده وخلينا ده مش شهر 7، خلينا ده شهر 1 وعملنا انتر على طول بقى 3/3. ده كده عدى شهرين من التاريخ دوت. كذلك لو انت عاوز ترجع شهرين او اكتر او اقل بتعمل بالسالب، سالب 3 مثلا. كده هيجيب التاريخ قبل 3 شهور من التاريخ ده. قبل 3 شهور
من التاريخ ده كان 3/10/2013. وده شيء منطقي وشيء مظبوط. يبقى احنا كده عرفنا دالة التوداي بتعمل ايه، ودالة الناو، ودالة الير، ودالة مونث، ودالة داي، ودالة الاي ديت. الدالة اللي بعد كده وهي دالة، خلينا نكتب هنا عشان ما ننساش، اي ديت. الدالة اللي معانا بعد كده وهي دالة اي او مونث. اي او مونث بتعمل ايه؟ دالة اي او مونث دي بترجع لي تاريخ اخر يوم في الشهر قبل او بعد عدد معين من الاشهر. نعمل مثال بقى عشان نوضح الامر دوت. مثال مثلا اقول هنا يساوي اي او مونث، بيطلب من هنا الستارت ديت. انا هاخد الستارت ديت مثلا ده، بعد كده اعمل كوما. الارجيومنت الثاني عدد الشهور، هقول 2، عشان كده هو هيجيب لي تاريخ اخر يوم في الشهر بعد شهرين من النهارده. واقفل القوس واضغط انتر. عمله طبعا بالصيغه دي، احنا ايه هنرجعه للصيغه العاديه. طيب لو عاوز تعرف تاريخ اخر يوم في الشهر اللي احنا موجودين فيه، مش هندخله تاريخ بقى، هندخله ده اللي هنقوله يساوي اي او مانث ونحط له داله توداي اللي بترجع تاريخ النهارده، ونقفل القوس بتاع داله توداي ونخلي عدد الاشهر 0 ونضغط انتر ونشوف. ده تاريخ النهارده اهو، تاريخ اخر شهر في النهارده اللي هو 31/12/2023. يبقى احنا كده خدنا اي ديت والاي مونث. الداله الاخيره معانا النهارده هي داله اليير فراكشن. داله اليير فراكشن دي دالة اليير فراكشن بتساوي دي بترجع لي او بتحسب عدد السنين بين تاريخين معينين، او بتحسب الفرق بالسنين بين تاريخين معينين. مثال مثلا انا عندي تاريخ هنا مثلا وليكن 2/22/21، وهنا مثلا 3/12/1980. ولكن مثلا عندنا التاريخين دول عاوز احسب عدد السنين ما بينهم. هاجي هنا واقول يساوي يير فراك واختار الستارت ديت، ده اكيد طبعا الاقدم. بعد كده اعمل كوما واقول الاند ديت او تاريخ النهايه واقفل القوس واضغط انتر. طبعا ده كده عدد السنين، الفرق بالسنين بين التاريخين دول 70 سنه و8/10. ده كده كان درس النهارده، وهو الجزء الثاني من دوال الوقت والتاريخ. لسه عندنا كمان جزئين. اتمنى بس يكون الدرس استفدت منه. محتاج منك تعمل لي اشتراك في قناه اليوتيوب، ولو عندك اي سؤال او استفسار تسيبهولي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.